هنتكلم النهاردة عن حمدي المرغني وهنعرف هل هو جوكر الكوميديا. تبدأ قصة طفل اسمه حمدي أحمد المرغني اللي بيبقى من طفولته في أولى ابتدائي بيترفض من 3 مدارس ده لأنه كان شقي جدا وهو صغير. لما بيكبر بيخش كلية حقوق وكان شاطر جدا وبيحضر ماجستير في القانون. وبعد سنتين من المحاماة بيتجه التمثيل لأنه كان حابب مجال التمثيل جدا وأصلا كان بيمثل في مصر حلو. لما بيتخرج بيروح لعمه بيقول له عايز أمثل وبياخده يوديه الفنان سليمان عيد عشان كان قريبه. فالفنان سليمان عيد بيقول له مفيش حاجة اسمها كده، انت ممكن تعزمنا على عرض من العروض ولو عجبني هعزملك زمان. وبعد 4 شهور حمدي بيعزمه على مسرحية شازلونج والعرض بيعجب الفنان سليمان عيد وبيبقى عازم له مخرجين ومنتجين زي الفنان أشرف عبد الباقي والمخرج وائل إحسان والكاتب أحمد عبد الله. بس الفنان أشرف عبد الباقي هو الوحيد اللي عجبه العرض جدا وخصوصا أداء حمدي لأن برضه عجبه أنور وخاطر وقال لهم انتوا هتبقوا معايا. هم مفهموش معاه في إيه وافتكروه بيضحك عليهم أصلا وياخد رقمهم عشان يجمع فريق عشان يعمل المشروع اللي في باله. فبيشهرهم أو بمعنى أصح بيعرفهم للناس بيظهرهم في أعماله زي جد جدا وراجل وست ستات. في أول موسم من تياترو مصر حمدي بيشارك فيه، بس في الجزء التاني حمدي ما بيشاركش لسبب محدش يعرفه، بس بيظهر في التلفزيون لأول مرة في مسلسل أنا وبابا وماما مع الفنان أشرف عبد الباقي. بس قبل ما نكمل لاحظنا إن الفنان أشرف ساعد الشباب دي كتير مش حمدي بس، فبجد يستاهل كل خير. في 2015 حمدي بيشارك في مسرح مصر إن حرفيا كان نقلة كبيرة ليه؟ لأن في فترة مسرح مصر حمدي أثبت نفسه وسط علي ربيع وخاطر عكس ناس تانية زي وائل العوني كان دوره كله أنا هعمل إيه. المهم نرجع لحمدي لأن في 2016 بيشارك في أعمال كتير زي مسلسل ليالي الحلمية الجزء السادس وكلب بلدي مع الفنان أحمد فهمي ويظهر مع محمد إمام في جحيم في الهند وأوشن 14 ومسلسل وعد. فأنت شايف كل الأعمال دي، بس دوره في نيلي وشريهان باسم عبد العزيز مع إنه كان في حلقتين أو 3 بس في ناس كتير عرفته من المسلسل ده. في 2017 بيشارك في مسرح مصر وحرفيا في كل المسرحيات عشان الناس حبته جدا، كان من أشهر الناس في مسرح مصر طبعا بعد علي ربيع وخاطر. ايه رأيكم نعمل حلقة عن علي ربيع؟ لو عجبتكم الفكرة اكتبوا في الكومنتات. وفي نفس السنة حمدي بيشارك في مسلسل في لا لاند والدور كان جامد جدا، اظن انك اكيد ضحكت بين الكيميا بينه ومع شيماء سيف. بس بعد المسلسل ما بنشوفش حمدي في اعمال كتير عكس سنة 2016 ظهر في 7 اعمال لكن بعد كده بيظهر في عمل او 2. تقدر تقول ده اللي خلاه بطل دور تاني. بنشوف ده في أبلة طمطم مع الفنان ياسمين عبد العزيز وبرده مع إيمي سمير غانم في سوبر ميرو وفي حملة فرعون برده. في 2018 بيظهر في مسلسل عزمي وأشجان وواكلينها ولع وحشمت في البيت الأبيض وظهر كضيف شرف في نادي الرجال السري. وفي 2020 بيمسك البطولة بمسلسل 2 في الصندوق. وبنشوف برده دراما حمدي المرغني إن حرفيا من المسلسل ده عرفت إنه مش كوميدي بس ويجي منه دراما. وبعدها بسنة بيشارك مع محمد سلام البطولة في فيلم ماما حامل وتقدر تقول إن الفيلم ده حمدي ومحمد سلام هم اللي كانوا بيضحكوا. بس نفس السنة بيشارك في فيلم اسمه ديدو اللي كان فاهم انت. في 2021 بيشارك في احمد نوتردام مع رامز جلال. في 2022 بيرجع يشارك مع رامز جلال في اخر فوق الشجره. مش عارف ليه بس بحب الكيمياء بين حمدي ورامز. من هنا مسيره حمدي بتنزل بيعمل افلام غريبه جدا وبيقلل الدراما ودي طبعا حاجه وحشه جدا في مسيرته زي مثلا مغامرات كوكو او الراجل الرابع. بجد ايه ده؟ والعيب مش من حمدي لان حمدي هو اللي كان بيضحك في الافلام دي. وبعد كده بيعمل رمسيس باريس وبعده شوجر دادي حاجات ما تتفرجش عليها اصلا. وفي 2025 بيعمل مسلسل اسمه الأذكياء فقط على منصة شاهد. أنا شفت أول 3 حلقات منه وكان لطيف يعني. فكرة إن 3 شباب علماء هما حمدي وكريم عفيفي ورنا رئيس اتخرجوا من كلية علمية وبيعملوا تجارب لاختراع علاج لمرض بس محدش يتكلم عنه خالص مش عارف ليه. نيجي للسؤال هل حمدي المرغني شكر الكوميديا؟ الصراحة لأن زي ما قلت لك إن أي عمل ظهر فيه وكان وحش كان بيضحك برضه وأتمنى جدا أشوفه مع دنيا سمير غانم أو محمد إمام. وبس كده، سلام.